يا اهلا وسهلا بيكم، رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. عندنا النهاردة المنظر الجميل ده. عندنا الفخامة والعظمة دي احنا عاملينها في البيت. بمكونات سهلة وبسيطة جدا، مش هتصدقوا ان هي المكونات دي هتطلع العظمة والجمال ده. هتنفع ان انتوا تعملوها لو جايلكوا ضيوف او حتى تاخدوها معاكم لو رايحين ضيوف لحد. مش هيفرقوها عن الجاهزة، وهتبقى حلوة قوي وبجد شيك جدا، ونقدر ان احنا نتحكم في الكمية وفي الشكل واي حاجة احنا عايزينها. اي حاجة احنا بنحبها ممكن نزودها. فيلا بينا نبدأ مع بعض في الخلاط. يعني اول حاجة دي ضروري نعمل في الخلاط. مش هينفع حتى هاند بلندر، يعني هنجيب في الخلاط. هنحط كوباية زيت وكوباية حليب ونص كوباية كاكاو وكوباية سكر، وهنحط كمان يجي معلقة صغيرة كده من الفانيليا، وهنقلب. يعني هنقفل الخلاط لحد بس ما نشغل الخلاط، يعني لحد ما يشتغل معايا عشان ما فيش حاجة تقع. بصوا يا جماعة، هي دلوقتي عايزاكم تركزوا مع الخليط. يعني اول حاجة كان فيه زي حبيبات كده وعمال ينعم معايا كل شوية بينعم. يعني ده ممكن اقعد اخلط فيه من مثلا من 7 دقايق ل10 دقايق لحد ما يبقى معايا ناعم جدا. كل المكونات تمتزج في بعض، وبصوا عمال شكله بينعم ازاي وهو بيدوم من فوق. يعني ضروري ان احنا نكون فاتحين الخلاط وبنبص عليه لحد ما نلاقيه ناعم جدا. يعني حتى لو قعد معايا 10 دقايق ده عادي، مفيش مشكلة، هو بيطول في الخلط. وبسباتولا كده من فوق بحاول ان انا اقلبه، بس بدون ما طبعا ما تمسك السكينة من تحت، او حتى ممكن توقفوا الخلاط وتقلبوه ونرجع نشغله تاني. بصوا بقى معايا ناعم ازاي ودايب وكل المكونات ممتزجة ببعض وعمل لي شوكليت فعلا. اول حاجة هعملها ان انا هشيل كوباية كده على جنب، كوباية كاملة. وبعد كده في نفس الخلاط برضو على نفس الباقي من المكونات هحط بيضتين، وطبعا هزود الفانيليا عشان البيض. حطيت معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة وحطيت كيسين فانيليا من التانية. ودلوقتي انا هفضيهم في طاسة اللي هشتغل فيها. فضيت الكمية كلها من الخلاط. دلوقتي انا مش هحتاج غير كوباية دقيق واحدة بس. يعني كوباية دقيق واحدة هنعمل كل العظمة اللي احنا عملناها دي. وهنحط كيس بيكنج باودر، يعني اللي هو حوالي معلقة كبيرة. وهنحط طبعا معلقة صغيرة من الخل، وبالمضرب اليدوي هقلبهم كلهم مع بعض. دلوقتي المكونات كلها امتزجت معايا كويس وتداخلوا خلاص، ما بقاش فيه اثر للدقيق. المفروض ان هو كده خلاص، بس انا لقيت ان هو يعني السائل بتاعه تقيل قوي، فقلت هزود حليب. كان عندي حليب بيغلي على النار، فده كمان لما يكون الحليب سخن بيخلي الكيك يرتفع ويبقى هش اكتر. فحطيت الكميه اللي انتوا شايفينها دي، يعني حوالي مثلا 4 5 معالق كبار من الحليب مش اكتر. تفك معايا بس الخليط شويه، يعني هو اصلا بيبقى تقيل كده زي الجاتوهات او زي اللي هو الكيك السبونج. بعد كده جبت صينيه فرن وحطيته فيها. يعني هي طبعا بقى دهنها زيت من تحت، وحطيته فيها. نديها خبطتين كده، نطلع الهواء اللي فيها ونحطها في الفرن على درجه حراره 180 رف وسط. ونفتح المروحه لحد ما تستوي. وكل شويه برضو ان احنا بنوطي النار عليها وهي شغاله. ودلوقتي هجهز الكريمة ده مع الكيك يستوي في الفرن. حطيت كوباية كبيرة من الكريم شانتيه ونص كوباية من السكر، وحطيت مية. يعني المية، بصوا يا جماعة، في الكريمة لو أنا بعمل تورت أو جاتوهات أو أي حاجة تبع الكيك هنعمل لها كريمة، يفضل إن احنا نحط مية ونحط السكر، يكون السكر الحبيبات الخشن العادي جدا بتاعنا. لأن السكر البودر والحليب بيخلوا الكريمة معايا بتبقى طرية جدا ومايعة، مش بتعرف ان هي تديني النفشة المطلوبة. فهضربهم كويس مع بعض لحد 10 أو 12 دقيقة. دلوقتي هحولها من كريمة لموس، وهحط عليها معلقتين كبار من الشوكولاتة اللي احنا سايبينها على جنب في الكوباية. وهنضربهم تاني مع بعض لحد ما يختلط المكونات كويس مع بعض، وهسيبها في التلاجة لحد ما احتاجها تاني. دلوقتي انا عندي باقي الشوكولاتة اللي احنا عملناها في الكوباية. هحطها في بولة كده على جنب، وهحط عليها حليب. يعني هحاول، يعني الكمية هي، وهحط عليها حليب لان الخليط معايا تقيل قوي زي ما احنا طلعناه، فاحنا محتاجين ان هو يبقى يعني اطرى من كده شوية، او يعني دايب عن كده شوية علشان نعرف نوزعه على الكيك. هنحط 3 معالق كبار من الحليب وهنقلبهم كويس مع بعض. بعد كده انا زودت نص معلقة صغيرة فانيليا. فاحنا يا جماعة انا اكتشفت في الاخر ان هو ما كانش محتاج المعلقة التانية دي، لان هو كان
يا اما هو كان محتاج تلاجة، يعني انا مش عارفه. فانتوا احتياطي ما تحطوش المعلقه الاخيره اللي انا حطيتها، واكتفوا ب3 معالق بس. دلوقتي الكيك طلع معايا من الفرن، انا بحط ايدي كده صباعي بشوف الكيك يعني طري ازاي او استوى او هش ولا لا. لقيت ان الوش بتاعها بيطلع معايا، فدي طبعا مصلحه جدا ان انا عشان اقشر الوش بتاعها مش محتاجه ان انا انقلها في صينيه وبعد كده اقشر الوش وبعد كده ارجعها تاني. لما لقيته بيطلع بسهوله جدا فجبت شوكه وبس، مجرد ان انا انزلها واطلعها كده لقيت الوش كله بيطلع معايا كده. شويه الحته اللي كانت لازقه مشيت عليها بس بالشوكه كده ان هي تطلع المسام بتاعه الكيك عشان الكريمه تلزق فيها ما تبقاش مفصوله عن بعض. ولو عايزين تسقوا الكيك باي حاجه، عايزين تسقوه بسيرب، عايزين تسقوه بحليب، عايزين تسقوه باي حاجه يعني عادي. بس هو ما كانش محتاج خالص لان الشوكولاته اللي فيه مخليه طري قوي ومخليه يعني زي الجاتو بالظبط. بيبقى اطرى بكتير من الجاتو او من التورت او باي حاجه معموله بدقيق سبونج عشان الشوكولاته اللي احنا حاطينها فيها مخليها طريه خالص وزي الشوكولاته من جوه. بعد كده جبت الموس اللي عملناه مع بعض حطيناه على الوش، واحاول ان انا بسباتولا كده او باي حاجه او بالسكريبر ان انا اسوي الوش بتاعه كويس. بعد ما سويت الوش بتاعه مسحت كده بمنديل من فوق نمسح الاطراف وننضف مكان ما عملنا. وبعد ما نسوي الوش بتاعها ونظبطها لازم نحطها في التلاجة شويه، يعني حوالي ربع ساعه على الاقل عشان الكريمه تبقى ساقعه لما احط عليها الشوكليت من فوق ما تبقاش طريه ويدخلوا في بعض بقى، ولا ان هما بيمتزجوا ببعض وعملوا لي شكل كده مش لطيف فوق، يعني الكريمه ما تطلعش في الشوكليت. بعد ما طلعتها من التلاجة هحط بقى عليها باقي الشوكليت اللي احنا عملناها اللي احنا فكيناها بحليب من شويه. هوزعها كده على الوش كويس بالتساوي وبعد كده هقطعها. ضروري يا جماعه واحنا بنقطعها يكون جنبي ميه دافيه او تحت الحنفيه حتى بميه دافيه. يعني بصوا السكينه في كل مره انا بنزلها في الكيك بتبقى السكينه نظيفه، يعني كل قطعه انا بعمله في الكيك بروح اغسل السكينه بميه دافيه بحيث ان هي تكون جديده معايا، علشان طبعا هي بتنزل في الكريمه من تحت وفي الكيك. لو جيت انا حطيتها تاني على الوش هتلاقوا بواقي كيك على الوش الكيك على وش القطعه اللي بعدها، فضروري ان انا انضف السكينه بين كل واحده والتانيه. دلوقتي هنشيلها. طبعا اول قطعه بتبقى صعبه قوي في الشيل، بعد كده الباقي بيبقى سهل. طلعناها كده، طلعنا باقي القطع كلها خلاص. بصوا شكلها معايا، يعني هي حتى لحد دلوقتي كده هي زي الفل. يعني المفروض لو عايزين توقفوا على كده وان هو كده خلاص هو ده الجاتوه شاتوه الاصلي ده كده خلاص، يعني ده شكله. عايزين توقفوا لحد هنا خلاص، يعني هو برضو بيبقى حلو قوي وبيتقدم كده. لو عايزين تكملوا باقي الخطوات اللي احنا عملناها ده اختياري. عايزين تكملوا ان احنا يعني هنزين الوش بتاعها. دي اول واحدة انا عملتها باللوز، وطبعا بيكون لوز مش مملح، يعني بيكون ني. اللي هو الني بيبقى حلو قوي، اللوز الني حلو قوي بيبقى مسكر كده ومليان مية. فانا طحنت شوية وحطيت واحدة كاملة على الوش والتانية كيجو برضو. طحنت كام، يعني عملت كسرت كام واحدة كده يعني بحيث ان هم يكون فيهم قطع وحبيبات خشنة كده زي ما احنا شايفين مش ناعمة قوي. والتالتة عملتها بالبندق، وطبعا كل نوع منهم حطيت واحدة منه كاملة على الوش. ده بقى شكلهم معايا. الطبق التاني هنزينه. ده واحدة جبت الشوكليت يعني من الشوكليت بار وقطعت منه شوية كده بالسكينة وحطيت حبة كرز على الوش. والتالتة عملتها بالفستق برضو كسرت شوية وحطيت واحدة كاملة. ودي كان عندي جوز هند. يعني بصوا اي حاجه بقى، اي حاجه عندكم عايزين تزينوا بيها حطوا، حتى ان شاء الله تحطوا فاكهه مثلا، يعني عايزين تحطوا فراوله، عايزين تحطوا اناناس، اي حاجه. دي كان عندي جوز هند كبير قطعه فحطيته، حطيت برضو حبه كرز على الوش. دي كان عندي شوكليت فرماسيل حطيت برضو شويه على الوش كده. وانا حطيت يعني نص القطعة، يعني وكمان نصها جاي بزاوية كده بحيث ان هي تبقى عاملة زي المثلث، ما عملتهاش نص مظبوط، يعني نص بالنص على طول يعني خط عدل. عملتها كده فنقدر نشكل فيها اللي احنا عايزينه. يعني ده الحلو فيها ان هي في البيت ونقدر نعمل اللي احنا عايزينه، نحط اي حاجة احنا بنحبها. لو في قطع حلوة نزود منها 2 و3، يعني اللي انتوا عايزينه. مش عايزين تزينوا خالص وتوصلوا للخطوة دي مفيش مشكلة برضو. الباقيين دول انا حطيت وايت شوكليت، وحطيت دي برضو نوع من انواع الشوكليت بيزينوا بيها لونها ذهبي. وبعد كده انا جبت وايت شوكليت اللي هي من نفس الشوكليت شيبس اللي انا حطاها دي وسيحتها في ميه سخنه وحطه بقى على الوش. رحت بقى معديها عليهم كلهم، حطيت على الوش بتاعهم شوكليت. بصراحة ادت شكله حلو، يعني ما بوظتهمش، يعني برضو بقى شكلهم حلو. وزي ما قلنا برضو لو عايزين نستغنى عن الخطوة دي برضو مفيش مشكلة، وهم برضو كان شكلهم حلو، يعني بيها او من غيرها هم شكلهم حلو. دي حاجة زيادة كده بس.
وكده خلاص دول حاطين عليهم كراسات، بقى ده شكلهم معايا. يعني بصوا يعني المنظر متكلم عن نفسه بجد، حلوين قوي، والطعم كان تحفة تحفة، وعجبوا كل اللي كلهم وكل اللي داق منهم وطلبت مني تاني. وبجد حلوة يعني، انا حتى لو اخدتها وديتها للضيوف مش هبقى مكسوفة وانا واخداها، لان هي حلوة قوي وكأنها جاهزة، وطعمها حلو. الكيك نفسه طعمه حلو قوي، مليان شوكليت، والموس اللي احنا عملناه حلو قوي قوي برضو. والشوكليت وكل حاجة فيها كانت حلوة. وكمان ان احنا نقدر نستغنى عن خطوة التزيين اللي فوق. لو مش عايزين تعملوها مفيش مشكلة، ان احنا نعمل جاتو شاتو بس من فوق. وده شكلها معايا. ورمضان كريم عليكم، كل سنة وانتم طيبين. كده خلصنا الفيديو مع بعض، واشوفكم مع بعض في فيديو جديد. باي باي.